يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد. لو عندك طبق كبد وقوانص، تعالي هقولك هنعمل بيه احلى حله رز بالكبد والقوانص. اللي هياكلها من ايدك هيقولك عملتيها ازاي. هقولكوا على كل تركاتها واسرارها. بعمله بطريقه حلوه جدا وطعمه لذيذ ومش محتاج جنبه اي حاجه خالص. تقدري تغرفي كده طبق كبد وقوانص بالرز وتاكليه لوحده من غير اي حاجه خالص، طعمه يجنن. تعالى اقولكم عملته ازاي. اول حاجه بفصل طبعا الكبد عن القوانص. بغسلهم طبعا كويس. الكبده بالنسبه للكبده بتتنقع في لبن نص ساعه. عايزه اقول لكم اللبن بيطلع السموم والزفاره من الكبده، مفيد جدا يعني. المهم ان انت تسيبيه نص ساعه في اللبن. وبعدين بقطع بقى القوانص لوحدها قطع صغيره والكبد قطع صغيره. وبجيب بقى حله على النار، بضيف فيها معلقه كبيره من الزبده او السمنه، اي ماده دهنيه عندك، وبنزل عليها بشويه من الزيت. واول حاجه بضيفها هي القوانص. اول ما الزيت والزبده او السمنه يسخنوا معايا، بنزل بالقوانص عشان تستوي الاول براحتها. القوانص بتاخد سوا، علشان كده بنزل بالقوانص الاول قبل الكبده ما بتاخدش سوا خالص. اول بقى ما الاقيها اتحمرت كده وهتلاقوها استوت، شايفين شكلها ده شكل السوا بتاعها، هي استوت كده. بنزل بقى بالكبده بتاعتي وبسيبها حوالي 10 دقايق كده، هي كمان تنزل الميه بتاعتها وتستوي. واول بقى ما بتستوي معايا بجيب بصلايه كبيره ببشرها وبنزل كده عليهم. عايزه اقول لكم انا بنزل بالبصلايه في الوقت ده علشان تفضل نكهه البصل موجوده في الكبده والقوانص. وبعدين بضيف 4 فصوص توم بهرسهم ناعم وبنزل بنزل عليهم. عايزه اقول لكم التوم مع البصل بيودي الرز والكبد بالقوانص في حته تانية خالص، بجد حلوه جدا طعمها وهم. وبعدين بنزل بمكعب مرق الدجاج وبقلبهم. دي التوابل اللي انا هستخدمها: ورقتين ورق لورا، ربع معلقه فلفل اسود، معلقه توم باودر وبصل باودر، ومعلقه بابريكا، ومعلقه 7 بهارات، ومعلقه كزبره ناشفه، وربع معلقه صغيره من الكاري وده اختياري. واخر مكون بضيفه معايا هي معلقه من الكركم. الكركم بيودي كده اللون، بيخليه اللون الجميل ده اللي هو الاصفر الحلو قوي ده. دي معلقه الكركم اللي هضيفها. عايزه اقول لكم ما تخافوش خالص، ما بيبوظش الطعم، بالعكس بيدي طعم برضو حلو قوي، واللون كمان بيبقى مميز. وطبعا بتضيفوا الملح بتاعكم على حسب كل واحد ما بيحب الملح بقى في الاكل. وبعدين بكون طبعا غاسله الرز كويس ومصفياه، وبنزل بقى بيه على الكبد والقوانص وببتدي اقلبه. شايفين اللون وجماله، شكله تحفه يجنن. وبعدين بقى بجيب الميه بتاعتي، طبعا انا كده مشغله النار مخليها عاليه، وببتدي اضيف الميه. سوى الرز الحلو ان انتي بتخلي الميه فوق مستوى الرز، بيكون النار عاليه وبتغطي الحله. اول ما تشيل الغطا تلاقي الرز اتشرب خالص كده، هو اتشرب معاه. بوطي النار بخليها واطيه خالص لحد ما يستوي بألف هنا.